مرحباً بكم جميعاً في رحلة تاريخية مثيرة نستكشف فيها قصة امرأة استثنائية غيرت مجرى التاريخ المصري. إنها شجرة الدر، الجارية التي أصبحت سلطانة مصر. تعالوا نعود معاً إلى القرن الثالث عشر الميلادي، حيث بدأت قصتنا مع جارية تركية الأصل اشتهرت بجمالها وذكائها الحاد. كانت شجرة الدر زوجة للسلطان الصالح نجم الدين أيوب، وأظهرت براعة فائقة في فهم السياسة وإدارة شؤون الحكم. عندما توفي زوجها السلطان خلال معركة المنصورة ضد الحملة الصليبية، اتخذت شجرة الدر قراراً حاسماً غير مصير مصر. أخفت خبر وفاة السلطان وواصلت إصدار الأوامر باسمه لمدة 3 أشهر، حتى عاد ابنه توران شاه من حصن كيفا. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما أصبحت شجرة الدر أول امرأة تحكم مصر في العصر الإسلامي. نجحت في هزيمة الحملة الصليبية وأسر ملك فرنسا لويس التاسع، مظهرة قدرات قيادية استثنائية. حكمت مصر لمدة 80 يوماً، وضربت النقود باسمها ودعي لها على المنابر. كانت فترة حكمها قصيرة، لكنها مليئة بالإنجازات، حيث عززت الاقتصاد وحافظت على أمن البلاد. رغم قصر فترة حكمها، تركت شجرة الدر بصمة لا تمحى في التاريخ المصري. قصتها تلهمنا اليوم بأن القيادة والحكمة لا ترتبطان بجنس أو أصل، بل بالقدرات والمهارات الشخصية. أصدقائي المشاهدين، هذه كانت لمحة عن قصة شجرة الدر، المرأة التي تحدت التقاليد وأثبتت جدارتها في الحكم. إذا أعجبكم المحتوى، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة المزيد من القصص التاريخية المثيرة. شاركونا آراءكم في التعليقات، ونلتقي في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله.